هذه مجموعة تترأسها إنجلترا. ويبقى السؤال كيف سيكون أداء الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر، لأنه بالنسبة لي أرى أن الجزائر حققت إنجازا تاريخيا حينما ترشحت على حساب الفريق المصري الذي عدل الكفة في جولة الإياب. هل سيستطيع الفريق الجزائري إعادة الكرة؟ وبالتالي سيشكلون خطرا على الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك حينما تنظر إلى أداء الولايات المتحدة الأمريكية في كأس القارات ترى أن الولايات المتحدة الأمريكية فريق كبير جدير بالاهتمام. طبعا أحب من اللاعبين الذين أحبهم في فريق الجزائر وأحب اللاعب الصغير بودابوس الذي يلعب في فريق سوجو، لديه فنيات عالية. أحب أيضا اللاعب بوغيرا الذي يلعب في الدوري الإنجليزي، وأتمنى أن يستطيعوا إفادة فريقهم.